زيدان اقبال حاله حال صفاء هادي. والله العظيم يجيبها منا ويوديها منا. الله ينتقم عليك يا حسين. اي وزيد اسماعيل افضل منه. زين. الان لو نخلي الدوري الهولندي في كفه والدوري العراقي والاردني والمصري والسعودي والثاني كله كم مباراة زيدان لعب بالدوري الهولندي؟ ها؟ كم مباراة عنده؟ لعب كان المرحله الاولى مصاب وبالمرحله الثانيه ثاني مع الرديف. ها؟ لا لعب مع كم مباراة؟ مع الاول لعب ما يقارب يمكن 6-7 مباريات وبعدين صارت له مشاكل وانتقل للرديف والان يلعب مع الفريق الاول وقدم مباراة كانت تقييمه 7 و9 7.9 يعني 7.9 تمام ممتاز. بعد هاي قناتي هسه من انا برايي زيدان اقبال ابقى على تصريحي حاله حال صفاء هادي رايي واللي يزعل خليه يزعل وانا منا ابقى برايي بعد منا ل1000 سنه ما حد يقدر يغير قناتي. زين زيدان اقبال ما له دور اي دور مؤثر مع منتخبنا الوطني. بعد يختلف بعد يخش لاعب بعد مباراة فرنسا ومباراة مباراة النرويج وبالمباراة مباراة السنغال يعني كان هو تقييمه افضل اللاعبين. شلون والله كان تقريبا جاملون. ها والله العظيم استاذ علي العفو يعني انا رايي انا اشوف زيد رايك محترم ابو علي رايك محترم زيدان خليه يكمل والله العظيم. لا رايك ينفرز اسعفني بس اسمعني انت اسمعني رايك نعمل اول شيء بس رايك ينفرز عفوا حتى لا تنفرز الجماهير ولا مقدمين ولا هذا اكو اشياء مثل ما قلت قبل